لما يجيلك فكرة مشروع لازم تسأل نفسك ال7 أسئلة دول. محدش هيسرق فكرتك، خليك حويط، بس الفكرة مش هي السر حاجة تانية هنقولها بعدين. دي مش النهاية، بس الخطوة الأولى خلصت. انت عشت مشكلة معينة وحلتها بطريقة مبتكرة وحاسس انك ممكن تحول الحل ده لمشروع يكسب فلوس كتير. المشكلة دي ممكن تكون صغيرة او كبيرة مش فارقة، بس عندك حل مبتكر ليها. المشكلة والحل هي فكرة المشروع بتاعك. لما يجيلك فكرة مشروع لازم تسأل نفسك ال7 أسئلة دول. أول سؤال، هل الناس اللي عندهم المشكلة دي نفسهم في حل دلوقتي؟ أو لو في حل موجود، لو في حل أحسن من الحل اللي موجود نفسهم فيه دلوقتي بسرعة؟ تاني سؤال، في كام واحد عنده المشكلة دي؟ هل هم 11 واحد ولا آلاف الناس بشوية تعديلات ممكن يبقوا عشرات الآلاف؟ تالت سؤال، هل الفكرة قابلة للتوسع السريع؟ يعني عشان توفر الحل ل 100 واحد هيكلفك 100 جنيه، عشان توفر الحل ل 200 واحد هل هيكلفك 200 جنيه؟ لكن لو هيكلفك المشروع 100 جنيه عشان توصل الموضوع ل 100 واحد وبرضه 100 جنيه عشان توصل الموضوع ل 200، دي تبقى فكرة كويسة. رابع سؤال، هل الحل بتاعك مميز؟ يعني لو نزلت السوق بكرة الحل بتاعك مميز، هيعلق مع الناس، بيجذب الناس لأنه حل مبتكر جدا في حد ذاته. خامس سؤال، هل الحل بتاعك ممكن يجيب فلوس؟ ببساطة دور الموضوع في دماغك، هل الإيرادات هتبقى أعلى من التكاليف؟ في دماغك كده الموضوع منطقي إن هو ده مشروع سهل يكبر. هنخش بعد كده في تفاصيل أكتر إزاي تقدر تعمل تحليل للتكاليف والإيراد، بس لازم أنت تكون مقتنع إن الفكرة دي هتجيب فلوس. بعد كده هنحاول نشوف لو في مشاكل. ثالث سؤال هتسأله، هل شريحة الناس اللي الحل بيستهدفهم معاهم فلوس يدفعوا؟ أو المشكلة مؤرقة ومتعبة جدا بالنسبة لهم لدرجة ان هم ممكن يدفعوا فلوس عشان يريحوا نفسهم منها؟ سابع سؤال هتسأله، هل انت عندك الخبرة الكفاية او عندك فرقة او كام واحد تعرفه واثق ان هم يقدروا يشتغلوا معاك عشان تأخر المنافسة؟ او لو حد قرر يبدأ بعديك ب100 يوم هياخد وقت طويل عقبال ما يوصل اللي انت وصلت له، لان انت عندك خبرة او عندك فرقة عندهم خبرة. مش لازم تبقى جاوبت ال7 أسئلة دول كلهم بنعم عشان تعمل مشروع سريع النمو ناجح، بس خليك فاكر ان لو ال7 أسئلة دول اجابتهم نعم يبقى انت هتعد فلوس قريب لو مخرفتش في الخطوات اللي جايه. انت كده دخلت في حوار منطقي مع نفسك، نظمت الفكره شويه، ابدا اخرج بره دماغك واسال الناس اللي حواليك، الناس القريبين منك، والاحسن لو عرفت تسال الناس اللي عندهم المشكله اللي انت بتحلها، تسالهم على الحل والمشكله بطريقه مختصره، جس النبض زي ما بيقولوا. محدش هيسال فكرتك، الفكره مش هي السر حاجه تانية هنقولها. على حسب ردود افعال الناس ومدى مصداقيتهم بالنسبه لك في تخش في حوار منطقي مع نفسك بعد ما سمعت ردود الناس على الفكره وحل المشكلة. هل أنا لسه متحمس بنفس الطريقة ولا هديت شوية؟ هل أنا لسه على نفس السخونة حاسس إن الفكرة هتكسر الدنيا؟ خليك صادق جدا مع نفسك في المرحلة دي، لأن أنت بتأسس الشغل اللي جاي كله. لو أنت لسه متحمس دي مش النهاية، بس الخطوة الأولى خلصت. الخطوة الجاية غالبا مش هينفع تقولها لناس كتير غير الناس بتثق فيهم أو ناس شغالين معاك. هنتكلم على الخطوة الجاية في الفيديو اللي جاي، ازاي تحول الفكرة، ازاي تحول المشكلة وحلها الى سر الخلطة اللي هتقعد تعدل فيه لحد ما يبقى DNA بتاع الشركة بتاعتك اللي محدش عارف يسرقه.